تعرف كيف تسوي ايس كريم بنكهة البيبسي وبطريقة جدا سهلة؟ ما عليك الا تتابع المقطع. السلام عليكم، معكم محمد مقطع جديد، وان شاء الله في هذا الفيديو يا شباب بنسوي معكم ايس كريم بنكهة البيبسي بطريقة جدا سهلة. طبعا فكرة الفيديو يا شباب اخذتها من اخوي عيسى او كينج مادنس، بس هو سوى ايس كريم بنكهة الديو وانا قررت اني اسوي بنكهة البيبسي. بس قبل ما نبدا المقطع وصلني هذا الصندوق الرهيب، خلونا نشوف وش داخله. طبعا قبل ما نفتح هذا الصندوق الرهيب مثل ما تشوفوا ورقة ومكتوب عليها اهداء خاص لمحمد زيلكس، حركات بركات. واول ما نفتح الصندوق مثل ما تشوفوا هذه هي الكفرات، بصراحة جدا خيالية، اعجبتني شخصيا. والشيء الثاني اللي معانا اللي هو هذا الكوب، مثل ما تشوفوا عليه صورة صاحب الجلالة، ايضا كوب جدا جميل تقدر تحطه عندك في المكتب او اي مكان حاب تحطه فيه وتقدر تشرب فيه اي شيء. والشيء الثالث والاخير اللي هو هذا التيشيرت مطبوع عليه صورة صاحب الجلالة، تيشيرت جدا جميل وايضا الصورة اللي عليه اجمل بكثير. طبعا هذه الاغراض اللي رسلوا لي اياها هذه اغراض خاصه بالعيد الوطني السادس وال40. تواصلوا معاهم، رقمهم ظاهر معاكم على الشاشه، وحسابهم على الانستغرام ايضا. تواصلوا معاهم ولا تنسى تدعموهم لان هذا مشروع شبابي عماني، وبالتوفيق لهم وشكرا على الاغراض الجميله. طبعا يا شباب الحين راح نشوف المكونات اللي نحتاجها. طبعا نحتاج الى بيبسي، حليب مكثف او البعض يسموه حليب مركز، نفس الشيء. ملون طعام، طبعا كنت افضل ان ملون الطعام يكون باللون الاسود، بس للاسف ما حصلت ملون طعام باللون الاسود فاشتريت اللون الاحمر. علبه فارغه علشان احط فيها الايس كريم، وفي الاخير نحتاج الى خلاط. طبعا في البدايه يا جماعه راح نضيف كوبين من كريمه الخفق، وبعدين راح نخلط وشوفوا كيف يتحول هذا السائل الى كريم. طبعا بعد ما خلطنا كريمة الخفق راح تصير معانا بهذا الشكل، وهذا هو المطلوب. الحين راح نضيف كوب واحد من الحليب المركز، والحين مرة ثانية راح نخلط. وبعد ما خلطنا كريمة الخفق والحليب المكثف الحين راح نضيف البيبسي. طبعا نضيف شوية بس علشان يعطينا طعم البيبسي. والله كل الفيديو خلط، اقول كمل الفيديو وانت ساكت. وفي الاخير راح نضيف ملون الطعام، طبعا نضيف شوية بس. مكتوب على ملون الطعام اللون الاحمر، بس شوفوا اللون اللي ظهر معانا اللون الوردي. ايس كريم بيبسي ولون وردي. شلون؟ المهم ما علينا، نكمل الفيديو. طبعا بعد ما ننتهي من هذا الخليط راح نضيفه الى العلبة. طبعا راح نغلف هذا الشيء بالالمنيوم كذا بهذه الطريقة، بعدين نسكره. طبعا الحين راح نحط الايس كريم في الثلاجة لمدة 24 ساعة. طبعا بعد ما حطينا الايس كريم لمدة 24 ساعة الحين راح نشوفه ونجربه. لا يعني بسكر عليكم مثلا، انا اخذكم معاي. لا طبعا يا جماعة جبنا الايس كريم والحين راح نجربه ونشوف كيف. الله على الحركات. بس كيف ايس كريم بيبسي باللون الوردي؟ طبعا جبنا هذا البسكوت علشان نسوي فيه الايس كريم. طبعا يا جماعه هذه صورتي وانا صغير، يشبهني صح؟ لا؟ اوكي. طبعا هذا الايس كريم المعوق مثل ما تشوفوا. طبعا يا جماعه الحين راح نجرب هذا الايس كريم المعوق، خلونا نجرب. بصراحه طعمه
وسط. بصراحة أقيم هذا الآيس كريم 7 من 10. معلش أنا سويته بس طعمه وسط، أتمنى إنكم تجربوه. يصير نجي نصنع آيس كريمات باسكن روبنز؟ لا. هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع، أتمنى إنكم استمتعتوا معي. لا تنسوا إنكم تضغطوا زر اللايك على هذا الفيديو، أريد كل شخص يتابع هذا المقطع يعطيني لايك، وأيضا اشترك في القناة إذا كنت ما مشترك علشان يصلك كل جديد وكل الفيديوهات الجديدة، واكتب لي كومنت لأن هذا الشيء جدا يحفزني. وفي الأخير انسخ رابط المقطع وانشره عند كل أصدقائك لأن هذا الشيء يساعدنا كثير. كان معكم محمد اللي سوى آيس كريم بيبسي لون وردي، ومن هذا المكان أقول لكم سلام. تلفوني بعد يريد ياكل الآيس كريم اللي أنا سويته. أقول أنت بالفوضى وأنت ساكت.